من اول ما ركبته فوق الممتاز. عربيه اداء في المشي اختلاف 180 درجه. حسيت بفرق صاحب العربيه جامد جدا، ومع توفير البنزين وفرت في البنزين، تمام، وفرت جامد جدا كمان. وفر 40 45%. كان الصوت بتاعها هادي، بقى في توفير عربيه، يعني الاداء بتاعها بقى عبقري كويس جدا. السحب فيه كويس، اقوى من الطبيعي، وموفر في البنزين. موفر معايا حوالي من 30 ل 40%. العربيه اختلفت تماما، صوت الموتور في العزم، تسارع، ونسبه توفير طبعا. كان راكب زيرو، في تسارع وفي سرعه في العربيه، بقت احسن من الاول. فرقت معايا في السحب والبنزين خصوصا. السحب ما شاء الله حاجه كنازل تربو. العربيه لقيتها فايقه جامد، والبيجو بقى يقعد اكتر. وفرت 20 30% في الصفر. ده بقى احسن، اختلف الجهاز، خلاها اختلفت 180 درجه. فرق حلو، يعني موفره ميه بتاع حوالي 20% حاجه زي كده. الموتور بقى انعم، التسارع كان افضل، العربيه كويس جدا، استهلاك البنزين قل معايا. جميله الصراحه، سحب وفي المطالع ما شاء الله، يعني العربيه نعمل تاني والتسارع بتاعها زاد. بيوفر في البنزين وبيظبط الاستهلاك، صوت الموتور بيهدى. عزم العربيه فرق معايا كتير، في توفير كويس قوي، في عزم كويس قوي. ضغطه بسيطه على البنزين، توفير وسرعه. حافظ معاك على قطع الغيار، حافظ معاك على المكنه، بيخليك المكنه انت ماشي في مكنه زيرو. العربيه التسارع بتاعها بقى اعلى وبقى غير الاول. عربيه في الجهاز انا ممكن اوصل من 0 ل 100 في 6 ثواني. الموتور طبعا الصوت تحسن كتير، الساحق اكثر العربيه تحسن كتير، الاداء احسن. خلى الموتور ناعم، شديده في التسارع، التوفير في الوقود بنسبه 20 25%. لا موفره معايا، هي العربيه صاحبها كويس جدا والله. انتوا ناس محترمين وقد الاول، يعني زي ما بيقولوا يعني.